انت اللي بتختار نفسك كل يوم انت هتكون غني ولا فقير بالقرارات اللي انت بتعملها في حياتك اليومية. ساعات بتعمل كده وانت مش حاسس، وساعات بتعمل كده وانت حاسس وعارف كويس ان انت غلطان. في الفيديو ده هيكون عندك فكرة واضحة بالظبط ايه هي القرارات دي وازاي تعرف تسيطر عليها. يلا بينا نبدأ من غير تضييع وقت. اول حاجة عندنا النهاردة هي المحاولة بتاعة الحفاظ على المظاهر. الناس هنا بتميل ان هي تغير في مظهرها علشان تبهر ناس اصلا ما بتحبهاش. كل ما تفكر في الموضوع اكتر كل ما هتدرك قد ايه انت غلبان ان انت ماشي بالعقلية دي. ليه عندك احساس ان انت لازم تصرف 200,000 جنيه على فرحك وانت تقدر تستثمرهم في ان انت تفتح المشروع بتاعك او تسافر بلاد جديده مع اللي بتحبها او اللي بتحبيه؟ ليه لازم يكون عندك طفل عشان صاحبك برضه عنده ابن؟ الحقيقه ان احنا معظمنا عنده كبرياء وما بنحبش نشاف ان احنا اقل من حد، وده بالظبط اللي بيخلي حياتك تخلص فقير على المدى البعيد، عشان كل الحاجات اللي هتخليك مش فقير موجوده في عكس الاتجاه ده خالص. بطل تلعب العاب المظاهر. وفي قاعده كده الفقراء ما يعرفوهاش: المظاهر لعبه انت مش هتقدر تكسبها، مهما حاولت هتلاقي دايما اللي يعلي عليك ويحسسك ان مكانتك الاجتماعيه ما تتساويش بيه. رقم اتنين، ان يكون عندك مصدر دخل واحد. دلوقتي دي ممكن حاجه تكون ضايقتك ان انا قلتها، عشان مين يقدر يشتغل شغلانه تانية جنب شغلانته اللي هو اصلا مستحملها بالعافيه؟ بس زي ما انت شايف الشغل هو الطريقه الوحيده علشان الفقراء يعرفوا يجيبوا بيها فلوس. بس زي ما قلنا في فيديو قبل كده، شغلانتك في وظيفه لوحدها مش هتقدر تخليك غني، وفي نفس الوقت في عدد شغلانات معين في اليوم انت ما تقدرش تعديه، وبرضه الوظيفه ليها سقف مرتب معين انت ما تقدرش تعلى عنه. زائد ان لو في عربيه جت دستك بعد الشر يعني مش هتعرف تشتغل الست شهور الجايين، صح ولا ايه؟ الموضوع بسيط، كل ما يبقى عندك اكتر من مصدر دخل واحد كل ما انت صعب جدا او مستحيل ان انت تفلس او الفلوس تخلص منك. في احصائيه كده بتقول ان معظم المليونيرات العصاميين اللي بدأوا من الصفر يعني عندهم على الاقل 3 مصادر دخل مختلفين، وبتوصل لحد 6 مصادر دخل مختلفين. مش مهم مصدر الدخل ده اللي هيجيلك قليل ولا كتير، بس طول ما بيدخلك عائد وانت بعيد عن وظيفتك انت كده ماشي تمام. افتكر لو ما بيدخلكش فلوس وانت نايم عمرك ما هتكون غني. اللحظه اللي هتشتغل فيها لحسابك وهيكون عندك اكتر من مصدر دخل واحد هي دي اللحظه اللي انت هتكون خدت فيها حريتك. رقم ثلاثة، انك بتضيع وقت وفلوس. معظمنا بيركز على الترفيه مع انه كلنا عندنا نفس عدد ساعات اليوم، بس الفرق الحقيقي في النتائج بين الشخص والتاني هو قد ايه من الساعات اللي كانت متوفره لك دي انت استغلتها عشان تطور من نفسك. يعني لو انت في الثلاثينات وبتعاني ماديا ده غالبا عشان انت في العشرينات كنت بتسوف وبتضيع وقت. لو ناوي تبني ثروه بدل اوقات فراغك بحاجات مفيده وقلل الترفيه شويه. الموضوع هيبقى صعب في الاول لكن هتلاحظ تحسن سريع. ولو انت اصلا مضغوط ماديا فانت كده مش مستحمل تكلفه الترفيه ده من الاساس، ومش مستحمل تضيع وقتك اكتر من كده، لان تضييع الوقت هو اغلى حاجه. بتفكر على المدى القصير بدل المدى الطويل. بلاش تضحي بالمستقبل عشان الحاضر، خصوصا ان الحاضر مش مغري قوي. فكك من فكره انك تعيش غني وتموت مفلس. الثقافه بتاعت عيش اللحظه دي مش بتعمل حاجه غير ان هي تاذي الفقراء وبتخليهم كمان يستمروا فقراء زي ما هم. الشخص الفقير في الاساس بيشتري حاجه بتضيع قيمتها مع الوقت وبتروح، والمشكله دي بتزيد اما يستلف فلوس ويدفع فايده علشان يشتري حاجه قيمتها عماله تقل مع الوقت. العربيه العاديه بتخسر قيمتها في حدود 50% اول 5 سنين، يعني انت كل سنه بتخسر فلوس وكمان بتدفع فايده على الفلوس اللي انت استلفتها عشان تجيب العربيه دي. يعني اتضحك عليك من الناحيتين. بس المهم عندك ان انت يكون معاك عربيه جديده وتنزل صورها على الانستجرام، صح؟ تقريبا كل الاغنياء اللي في العالم وكل الكتب اللي بتتكلم عن الفلوس بتقول لك حاجه واحده بس: اختار طويل المدى بدل قصير المدى. لو اخترت العكس هتفضل فقير طول عمرك. رقم خمسة بقى، مش بتتعلم ازاي تستثمر وخايف من التغيير. ليه ما تقضيش شويه وقت صغيرين تتعلم ازاي الفلوس بتشتغل؟ غالبا السبب بيكون الغرور. ناس كتير قوي فاكره ان هي فاهمه الفلوس لمجرد ان هي شافتها او عرفت تتعامل معاها قبل كده، والحقيقه ان انت اي حاجه عايز تعرفها عن الفلوس متاحه ليك ببلاش. يوتيوب بس في محتوى قيم اكتر من كتب وكورسات كتير قوي موجوده اونلاين. وسؤال بيني وبينك كده، في كام واحد من اللي بيتفرج عليا دلوقتي على الاقل معاه سهم واحد بس في شركه؟ وكم واحد بيستثمر اقل وقت حتى في التعليم المالي بتاعه؟ مش كتير، ودي المشكله الحقيقيه. رقم ستة، بتصرف الاول بعد كده تقول ان شاء الله هيتبقى فلوس استثمرها. الناس الفقيره بتعمل حاجه الاغنياء شايفينها بالعكس تماما: اول ما الفلوس تيجي يصرفوها ويستمتعوا بيها، وبعدين يحاولوا يستثمروا او يحوشوا اللي فضل في الاخر. بس زي ما انت عارف من تجربتك غالبا مفيش حاجه بتفضل في الاخر، وده السبب ان كل 2 من 3 في امريكا عايشين من المرتب للمرتب من غير ما يحوشوا ولا يستثمروا اي حاجه. ما بالك هنا في مصر؟ على العكس بقى، الاغنياء ما بيقبضوا جزء من الفلوس دي بيروح مباشره على الاستثمارات بتاعتهم او على التحويش والحسابات التوفير، وبعدين يكملوا الشهر باللي اتبقى. الطريقه دي شغاله لان تركيزهم دايما على زياده الدخل بتاعهم من الاستثمارات اللي هم هيزودوها. اما الشخص العادي اول ما فلوس بتجيله بيخش في موجه صرف، وده للاسف انتشر قوي بسبب السوشيال ميديا. في احصائيه بتقول ان 57% من جيل الالفينات بيصرفوا على حاجات زياده عن طاقتهم بسبب حاجات شافوها على السوشيال ميديا. لما تلاقي المشاهير رايحين المالديف انت بتربط ده بالسعاده والنجاح.
مرتاح، وبتبدأ تشتهي تعيش نفس الحياة دي. وهنا بتكون عندك الإحساس اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، اللي هو الفومو، الخوف انك تفوت حاجة فتقعد تصرف اكتر واكتر. بس اغلب الناس مش واخدة بالها قد ايه السوشيال ميديا فيك. احنا بقينا جيل حزين بينشر صور سعيدة على السوشيال ميديا علشان شوية لايكات. كل تجربة بتتعمل بوست بتسحب متعتها الحقيقية اللي انت جربتها، وكل حاجة بتتنشر بقت اعلان، يا اما للبراندات التانية يا اما لبراندك انت الشخصي. رقم 7، ان انت حياتك مش صحية. تقريبا كده كل حاجة مش صحية في حياتك بتفقرك. السجاير بتفقرك، لو انت بعد الشر عليك بتشرب كحول ده برضه بيفقرك. لو انت مدمن اكل فاست فود قدام الكنبة وانت بتتفرج على انمي، ده طريق سريع للفقر. الحاجات دي مش بس بتعمل ادمان مالي وبتسحب فلوس من جيبك على طول، دي كمان بتعمل تأثير الدومينو على باقي جوانب حياتك. لما تبقى غير صحي ادائك بيقل وفرصتك كده في الترقية بتقل، وممكن يحصل لك مشاكل معقدة بعد الشر في القلب، فالفواتير بتاعت العلاج بتاعك تكتر والموضوع هيتكاثر عليك. الفكرة بسيطة قوي، لو ما عالجتش تسوس صغير قوي في اسنانك دلوقتي هتضطر تدفع زراعة اسنان قدام. خد لحظة كده وبص حواليك، شوف كمية الحاجات الهبلة اللي انت بتصرف عليها فلوس وكمان بتأذي صحتك. رقم 8، عايز الفلوس تجيلك سهلة وبسرعة. لسبب ما فكرة النمو التدريجي وبناء الثروة مش داخلة دماغ ناس كتير قوي فقيرة. كل ما تسأل واحد يقولك انا عايز اضرب الضربة الكبيرة واعمل اللقطة وارتاح بعديها. بيكبروا هما شايفين نماذج زي بابلو سكوبار والناس اللي بتاخد اليانصيب واللي كسبوا من ولا حاجة وعايزين يبقوا زيهم. عايزك تحط نفس الوقت والشغف ده في انك تتعلم ازاي تبني شركات، وامشي في السكة اللي ناس كتير قوي في منطقتك مشيت فيها ونجحت. الموضوع مش كيمياء، بالعكس تكوين ثروة كبيرة بالحلال على مدار الوقت اسهل بكتير قوي من ان انت تاخد الضربة او تكسب اليانصيب او يجيلك فلوس من السما. احنا في زمن طفل عنده 16 سنة ممكن يبقى مليونير من خلال السوشيال ميديا. اول ما تفهم انت بالظبط محتاج تعمل ايه هتلاقي نفسك تقدر تتنقل من الفقر للغنى خلال 10 سنين. والسبب غريب انا مش فاهمه، المدة دي لسه برضه طويلة على ناس كتير، وعلشان كده بيقعوا في فخ الثراء السريع او شبكات التسويق الهرمي. ونصيحة ليك، افتكر الجملة دي طول ما انت عايش، مفيش حاجة اسمها اغتني بسرعة، في حاجة اسمها واحد اغتنى على حسابك. رقم 9، انك تفضل فقير ده هو اختيارك. العاده بتاعت ان انت تشوف نفسك فقير او عمرك ما هتكون غني، او مثلا تقول لنفسك كفايه تعليم لحد كده، العاده دي فعلا هي اللي هتخليك فقير طول عمرك. في ناس اقل منك من الامكانيات وعرفوا يطلعوا من الفقر، وانت لسه واقف تشتكي ان الدنيا مش سهله معاك. الحياه صعبه ويمكن اصعب على غيرك بكتير، بس السؤال هنا انت فعلا هتعمل ايه؟ هتغرق نفسك بالشكاوي ولا هتقوم وتكمل؟ طول ما انت مكمل وبتتعلم وبتطور من نفسك مع الوقت هتلاقي نفسك واصل للمكان اللي انت عايزه. انت ما اخترتش تتولد فين ولا اهلك مين، بس في نقطه معينه المسؤوليه كلها بتتحول عليك انت. ما تقدرش تختار بدايه حياتك فعلا، لكن تقدر تختار انت هتشتغل ايه وهتضغط نفسك قد ايه ومستقبلك هيكون عامل ازاي. وزي ما اتقال كده بشكل واضح، لو اتولدت فقير فدي مش غلطتك، لكن لو مت فقير دي مسؤوليتك. وفي نهاية الفيديو انا فخور بالناس اللي بتتابعني حتى لو كانوا عدد قليل، ومبسوط ان هم عايزين يطوروا ويغيروا من حياتهم. وعشان كده عايزك تشاركني النقاش ده في التعليقات، من وجهة نظرك ايه السلوكيات اللي انت عشتها او شفتها بتخلي الناس تفضل فقيرة؟